ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في اللوحة الفنية دي؟ شوية محشي زي العسل. يا سلام على الطعامة والجمال. هتاكلي شوية محشي بقى. كل مرة هتقولي لازم اعملهم بالطريقة دي، مش هتغيري الطريقة تاني. شوية محشي بقى، كوسة على بدنجان على فلفل، كده حكاية. قبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول. ولو أول مرة تشوفيني حبيبة قلبي، اشتركي بالقناة عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا نشوف معانا ايه للمحشي بتاعنا ده. معايا بقى هنا فلفل وكوسة، ومعايا بدنجان انا مقوراهم اهو غسلاهم. معايا كوبايتين عصير طماطم وخضرة مقطعاها وبصل. نص معلقة توم. نص قرن فلفل حامي لو بتحبي سبايسي شوية. معايا هنا البهارات بتاعتي بقى، بهارات محشي وبابريكا وفلفل اسود وملح، ومعايا مكعب مرق. وده الفلفل والبدنجان هون. انا مقوراه زي ما انتوا شايفين كده وغسلاه اهو. يا حبايبي بصوا الكوسه. كوسه كده انا جايباها من السوق مقوراه وعاملاها بالمقوار كده، بتبقى مشرشره كده وشكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ومعايا بقى كوبايتين رز. ومعايا فراخ، دي نص فرخه كده كانت عندي، قلت بقى هعملها، يلا بينا. معايا حله كده، معلقه سمنه بقى تسخن. وهننزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده، نديلها تشويحة كده على النار زي ما انتوا شايفين كده. هنحاول بقى نديلها تقليبة كده عشان كله يبقى ايه، الصدمة كده تبقى على الفراخ كلها، ما يبقاش في حتة فوق. هننزل بالخضار بتاعنا اول ما تتشوح شوية. طماطمية بقى، فلفلاية، بصلاية، جزراية، اي خضار عندك كده بتاع الشوربة، ورق لورا بقى، ملح. وهتزودي الشوربة بتاعتك على طول. هنا الرز معانا غسلاه مصفياه، هنزل عليه بالخضرة بتاعتي مقطعاها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالبهارات. البهارات بتاعتي هنزل على الرز بيها كده زي ما انتوا شايفين كده حبيبتي. هنزل بقى بالبصل. بصل والفلفل بتاعي اللي انا مقطعاه الصغير ده نص قرن، بس انا حطاه بحبه ايه حرق شويه كده، بيبقى حلو قوي. وهنزل بكوبايتين عصير الطماطم. وهقلب بقى كله مع بعضه كويس جدا. هنزل بقى بشويه زيت، دول حوالي ربع كوبايه زيت كده، يخلي الرز معاكي مفلفل كده في المحشي، ومش معجن ولا اي حاجه. هقلب بقى كله مع بعضه كويس جدا عشان الخلطة كلها تبقى شاربة كده من بعضها. وصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بقى الفراخ بتاعتي بتغلي على النار. هديلها تقليبة كده واسيبها زي العسل. هنا بقى الخلطة بتاعتي جاهزة، هبدأ بقى ان انا احشي. اعمل المحشي، هجيب كده الكوسة وهبدأ ان انا ايه، احط الرز كده وازق بصبعي كده لجوه. احط كده وتزق الرز لجوه كده لحد ما تحس ان هو اتملى، وما تملهوش بقى للاخر عشان ما يطلعش منه رز ساعة الغليان وهو بيغلي، ويعجن بقى في الصينية ويعمل لك رز كتير كده بره. يعني خليه ناقص ايه سنتي بس كده وانتي بتحشي. تزقي كده بصبعك لجوه وترصي في الصينية. حابة تعمليه في الحلة، بس انا هحطه في الصينية عشان انا عايزة ادخله الفرن. هديله وش في الفرن. ممكن تسويه كله في الفرن، بس انا هديله كام غلوة كده على النار وبعدين هدخله الفرن. بياخد وش كده ويتشمع ويكمل سوا معايا، وبيطلع زي العسل. انا كده خلصت حشو اهون، واي رز كده زيادة انا شلته من فوق. مفيش رز في الصينية خالص اهو. وهاجي بقى على البوتاجاز عشان ازوده زي ما انتوا شايفين كده، رصه كله جنب بعضه كده. حطيته بقى هنا على عين البوتاجاز، هي مولعة، وهبدأ ازود شوربة. انا كان معايا مغرفة صلصة اللي هي عصير الطماطم اللي انا كنت حطاه على الخلطة، حطيته في الشوربة اللي انا بزود بيها دي عشان هي كده هي حمرة ازاي، وبتدي طعم برضو ولون حلو قوي. وببدأ بقى ازود كده زي ما انتوا شايفين بالكبشة بتاعتي او المغرفة زي ما انتوا بتقولوا عليها بقى. هبدأ ازود كده لحد ما الشوربة تغطيه خالص كده. يعني يا دوب بتغطيه بشوية صغيرين كده زي ما انتوا شايفين كده. حتى بيبقى فيه برضو ايه بعض شوية باينين كده، ما تخافيش كله بيستوي بيبقى زي العسل. هو بيغلي معايا هو. انا هسيبه على نار عالية وهغطيه وهسيبه. هسيبه شوية اهو. بصوا هنا بقى معايا بقى عامل ازاي. هنا بيتشمع كده معايا وقرب يستوي. هاخده بقى في المرحلة دي واروح بيه على الفرن على طول.
بيطلع معايا بقى بالجمال والحلاوة ده. شايفين؟ كمل سوا وشرب بقية الشوربة اللي كانت فيه، واخد وش من فوق كده، بيطلع زي العسل، وبيبقى مفلفل كده واخد وش حلو وجميل. لو عندك عزومة بقى وعاملة الأكلة دي تشرفك قدام ضيوفك، بصي يا حبيبة قلبي مش هتعملي غير بالطريقة دي، طريقة ام علي. مفيش تسلم ايدك يا ام علي. تقديم بقى، انا شيلته من الصينية ورصيته كده على طبق مفتوح زي ما انتوا شايفين، بيبقى شكله حلو قوي في التقديم كده. وتبصية بقى كده، او طبق ازاز بولة صغيرة، وتحطي الشوربة وتحطيها في النص الطبق هنا، بتبقى شكلها حلو قوي زي ما انا عاملة كده. بصوا تبقى حلوة قوي. شايفين كده يا حبايب قلبي؟ وهنا الفراخ انا حمرتها وحطيتها جنب الاكلة دي. ايه رأيكم بقى؟ يعني لازم تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير عشان الكل يستفاد يا حبيبة قلبي، وانا بحبكم في الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وتسلم ايديكم على اي حاجة بتعملوها. ولو عجبكم الفيديو يعني اكتبولي في التعليقات اي كلمة حلوة منكم، اي دعوة، اي جبر الخواطر على الله، اي حاجة حلوة كده منكم، اكون شاكرة ليكم. وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبيب قلبي.